فيلم اكشن من ايام الصحابه، حاجه كده ميشن امبوسيبل. اثناء الفتح الاسلامي لمصر كان في حصن اسمه بابليون. اهميه الحصن ده ان هو كان مفتاح دخول المسلمين لمنطقه الدلتا والصعيد. اسوار الحصن ده طويله جدا، فما فيش اي نتيجه. 7 شهور المسلمين مش عارفين يفتحوه. والبطل بتاعنا النهارده خلقه ضيق شويه، قال لك لا ما بديهاش بقى، احنا بقالنا 7 شهور قاعدين ما بنعملش حاجه وهم قاعدين جوه مزاجهم حلو. جت في دماغه فكره ميشن امبوسيبل على الاخر. هيعمل سلم خشبي بطول السور كله، هيطلع يصعد المسافه دي كلها لوحده من غير ما يكون معاه حد. بالفعل بعد ما طلع المسافه دي كلها، ودي حاجه شاقه جدا، الجنود الرومان وبسبب عدم وجود نور القمر ساعتها اتفاجئوا مره واحده بشبح اسود واقف قدامهم ورافع السيف بتاعه بيقول باعلى صوت الله اكبر الله اكبر. وبسبب المفاجاه دي الجنود الرومان اقتنعوا بحاجه واحده بس، اكيد المسلمين طالعين وراه، فقرروا ان هم يطلعوا يجروا عشان يتحصنوا في مناطق تانية جوه الحصن. ده البطل الخيالي بتاعنا قتال مع عشرات من الجنود بتوع الروم لحد ما تمكن ان هو ينزل تحت لوحده يفتح ابواب الحصن من جوه. الحصن اللي من ساعات بس كان المسلمين مش عارفه تخش لمده 7 شهور حصار، داخلينه من الباب عادي بسببه، ايزي يعني. السوبر هيرو الحقيقي بتاعنا هو سيدنا الزبير بن العوام رحمه الله عليه، واحد من ال10 المبشرين بالجنه. ما تنساش اللايك والفولو والشير، عايزين نوصل 1000 متابع.